بتاعتها جبارة جبارة. مين فينا مش متفق ان احنا كبنات حياتنا صعبة؟ جماعة انا جاية النهاردة اشارككم سر من اسراري او مجموعة من الاسرار. قعدت كده مع نفسي في ليلة هادئة ظريفة لطيفة بالبيجامة الكستور، سألت نفسي ايه اكتر حاجات بتستخدميها وبجد بتفرق معاكي وبتسهل عليكي او بتوفر عليكي وقت قوي والنتيجة بتاعتها بيرفكت او رائعة. يلا نبدأ. انا حضرت لكم 2 بوكسز. اوكي، حضرت 2 بوكسز نتكلم عنهم علشان انا متحمسه لهم جدا. بصوا بقى، انا محتاره ابدا بالبوكس الكبير ولا البوكس الصغير. ممكن نبدا بالبوكس الكبير عشان حاساه مليان اكتر. اول حاجه هبدا بيها هي دي. اكيد هبان اوفر قوي وانا بقولك، مش عارفه اسمها سلاكه ودان ولا ايه، بس انت ازاي بنت ومش عندك دي؟ هتقولي لي ايه الاوفر ده؟ ما كل الناس بتستخدمها رجاله ونساء. هقولك ما هنا بقى الهاك. وانتي بتعملي الميك اب بتاعك تمام، امتى ما لحوستيش الدنيا؟ هتقولي مش بلحوس الدنيا. هقولك امتى ما حبيتيش تظبطي الدنيا؟ حتى لو مش بتلحوسي الدنيا اكيد حبيتي تظبطي الدنيا. دي بقى الهاك بتاعتها، ان انت تجيبيها تمام واحده كده سبراي من نزول الميك اب بتاعك. لو مش عندك مزيل ميك اب ميه ورد تمام. الماسكارا بتاعتك لو عملت بس بصمه صغيره، خاصه لما تيجي تحطي الجزئيه اللي تحت تمام، بتمسكيها وبجد مفيش حاجه اروع من كده ممكن تنظف الدنيا معاكي. اوكي، او من فوق لو انتي اي نقطة صغيرة من الايلاينر بتاعك من اي حاجة بجد بتجيب ادق 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 الاماكن هنا من غير ما تبهدل الدنيا، من غير ما تعكي اي حاجة تمام. الليب جلوس اوقات بعمله جوسي قوي، فده طبعا بيؤدي ان هو اوقات بسيطة خالص بينزل الناحية دي. ولو الروج بتاعك ثابت تمام، بتيجي تعملي كده بيبصم هنا. تحصل تمام. فكذلك برضو هتجيبي السبراي بتاعك اهو اللي هو مزيل الميك اب او ميه ورد تمام، تنعمي الدنيا هنا كده وتسويها بحيث الليب جلوس بتاعك في الاوقات اللي يكون جوسي تمام يبقى طالع بيرفكت. ده كده كان اول حاجه. تاني حاجه هتكلم عنها، اقنعيني انتي كبنت ازاي ما عندكيش البندانه دي. جماعه الحاجات اللي تتحط على الوش ما ينفعش ابدا 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 تيجي على شعرك. ليه؟ معظمنا كبنات دايما الحته دي مسحوبه عندنا. يعني ايه مسحوبه؟ يعني في معظم الاوقات بنعاني وبنشتكي من فكره جماعه انا شعري ساحب لحد هنا. دي مصيبتها ان انت دايما البرودكتس اللي بتيجي على وشك بتاخدي شعرك معاها. فدي مهمتها ان هي بتتحط، سواء بتحبي تلبسيها كده بتحبي تلبسيها كده، بتلمي بيها شعرك خالص بحيث ان انت تفصلي البرودكتس اللي بتتحط على وشك عن المفروض يجي على شعرك، فالاتنين مفصولين عن بعض. فدي مهمتها ان هي بتلم الدنيا تمام. طاقة الشمس اللي بتكون واقفة بتاعتنا دي بننيمها من خلال دي. فدي بجد ما ينفعش تستغني عنها ايا يكن النتيجة. ثالث حاجة انا جربت منها نوعين. وامتى تعرفي الاصلية من المضروبة؟ بصوا يا جماعة، دي يعني اهم 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 من حياتك. بصوا مبدئيا هي بتتفتح كده تمام، ودي هاك اكتشفتها بعد ما استخدمتها اصلا بحوالي مثلا 3-4 شهور. اوكي، الاصلية هنا بيكون في تخريم، بمعنى ان هي بتسمح بمرور اللوشن او الشيء اللي بتحطيه على شعرك تمام، ايا يكن بقى هو حمام كريم ولا الشامبو بتاعك ولا هي بتتفتح، بتكبي الشيء هنا اللي انت هتستخدميه تمام وبتقفلي عليها. اوكي، دي اللي هي الاصليه تمام. الاصليه سيليكون يا جماعه مش بلاستيك. انت عارفه ايه الفرق؟ ان البلاستيك لما هيجي على فروه شعرك هيوقع لك شعرك، لا اكشلي هيوقع لك شعرك تمام. ليه؟ لان هو مش مرن. السيليكون، لان انا لما جربت التانية حسيت ان هو
البلاستيك صعبة قوي وتقيلة على الراس ان انت تعملي بيها فروة راسك او تنضفي بيها فروة راسك. تمام. فدايما ركزي ان انت لما هتجيبيها السيليكون واللي هي بتتحرك معاكي كده واللي بتتقفل وبترجع تتركب تاني. اوكي. وبجد ليه بحبها؟ علشان انا لما بكون مطوله ضوافري في الفتره اللي بكون مثلا عامله فيها ضوافري او مطوله فيها ضوافري وباجي انضف فروه راسي، ضوافري بتعمل خناقه مع شعري. تمام. فده بيؤدي ان انا بقطع شعري او بيحصل فيه زي تقصيف. فدي مهمتها. تمام. ان هي بتركبيها كده وبتنضفي بيها فروه شعرك من غير ما تاذي ضوافرك. ثالث حاجه، لو اتسالت بحبه بنسبه كام في الميه؟ 150%. انا حقيقي ده لو اتقطع عن البيت يعني بنتشل، بنحتاس، بيحصل اي حاجه. اسيتون يا جماعه. احنا حاليا في ناس بتقعد تقول لي هو انتي بقى بتصلي بالمانيكير بتاعك ده؟ اكيد يا جماعه بنصلي. انا اوقات دماغي بتقف عند فكره هو انتوا معانا في نفس العصر ولا جاي من عصر تاني؟ يا جماعه ده نقطه منه بتتحط جاست على قطنه. تمام. بنمسح ده في اقل من الثانيه، يعني خلال دقيقه حرفيا انا بكون ماسحه ايدي ورجلي. لو حاطه في مانيكير في رجلي بنتوضى ونصلي عادي جدا ومفيش اي مشكله. الموضوع مش بالصعوبه دي. بصوا بقى، انا من الناس اللي بتحب تعمل حمام الزيت قوي. تمام. يعني في زيوت كده بستخدمها على طول. فقبل اختراع الشيء ده كنت بحس ان الموضوع صعب. يا جماعه الشيء ده حرفيا بيسهل علينا حياتنا احنا كبنات بنسبه 1,000,000%. انتي بتركبي هنا كده او بتحطي هنا كده الزيت اللي انتي بتستخدميه او السيرم او ايا يكن، بس هي تحديدا بتاعت زيت. تمام. يعني مثلا عندك خلطه معينه بتحبي تستخدميها او روتين معين بتعمليه لشعرك. تمام. بتحطي فيها الزيت بتاعك من غير اي مجهود، من غير اي معاناه، من غير ما تقعدي تقسمي شعرك 4 أجزاء و6 أجزاء والكلام ده كله. بتمسكي دي كده تعدي بس على شعرك. تمام. الزيت بيتوزع وفي نفس الوقت الحته اللي فيها دي بتعمل مساج للشعر، فبتخلي الشعر صحي لطيف ظريف طويل، الحاجات اللي احنا بنحبها كلنا كبنات. فدي انا بالنسبه لي بجد بحبها بنسبه 1,000,000%، مش 200%. اللي هو تك 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 تك. وخاصه الجزئيه اللي ورا دي كلنا كبنات بنعاني عشان نحط لها الزيت او حمام الكريم او الكلام ده كله. فانتي بتجيبي شعرك كله قدام وبتعدي بس، وجست الزيت بينزل من الحواف او السنون اللي موجوده دي. بموت فيها. يعني من كتر ما انا بحبها مش هقول عليها بحبها بنسبه كام في الميه عشان حبي ليها لا يضاهى. الخطوط دي جيت في فتره انا من الناس اللي على طول عامله كده، فاكيد ده هتلاقي لي خطوط فيه بشكل فظيع. فدي طبعا ما بتستخدمش على الناشف كده عشان مضره جدا 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 جدا. تمام. المفروض ان انت بتحطي سيرم او بتحطي زيوت او مش عارفه انت بتستخدمي ايه. تمام. وبتبتدي تعملي المساج بتاعك. تمام. ويعني اتمنى في مره هبقى اعمل لكم فيديو عن طريقه استخدامها الصحيحه، فيها الجزئيه دي يقال ان هي للعين. تحفه. بصوا يا جماعه، لو حياتكم صعبه، تمام، الشيء ده هو خلاص انسوا ان انتي تعرفي يعني ايه صعوبه تاني في حياتك. انا لما شفتها انا بجد فرحت بيها قوي، لان انا زمان كان نفسي فيها وكان نفسي يخترعوا الشيء ده. يعني انا من حوالي مثلا 2 أو 3 قبل ما اجيبها كان نفسي يخترعوا الشيء ده. كنت بقعد اتخيل كده ان هم يخترعوه. بصوا بقى، ودي مسافره طبعا بتاخدي شنطه كامله اكيد، يعني البرودكتس بتاع حضرتك، شامبوهاتك، لوشاناتك، البلسم بتاعك، مش عارفه مين راح، مش عارفه مين جه. والغالب ان العلب بتاعتنا كلها بتبقى كبيره كده او متوسطه كده، فده طبعا اكيد بيعمل ثقل عليكي وخاصه وانتي مسافره، صح؟ فالشيء ده شكل كوتي خالص اهو. تمام. متقسمه بقى، شايفين دي؟ بتحطي بس الكميه اللي انت هتستخدميها خلال فتره السفر. يعني هنا سي مثلا هنفترض ان احنا هناخد الشامبو بتاعنا. تمام. اهي بتحطي الكميه دي. تمام. هي زي تقسيمات او زي تنظيمات. تمام. تحفه. بموت فيها. تمام. دي سبراي، جاي منها 2 سبراي. دي سبراي
تمام اهي. تمام. و دي برضو سبراي. تمام. تستخدميها بقى في مليون الف حاجه، مليون الف حاجه. زي مثلا انا من الحاجات اللي جايبها لكم برضو معايا فكره ميه الورد. يعني ايه تكوني بنت، يعني ايه تكوني بنت ومفيش في حياتك ميه الورد؟ يعني مين ممكن في حياتك يكون موجود قبل ميه الورد؟ انتي متخيله يعني ايه تدي تسه كده، تسه كده من ميه الورد؟ اللي هو دايما الناس تقولك ايه اول ما هتبخيها كده، اللي هو الريحه حلوه دي، ايه الجمال ده. وكل ما يمكن ان انتي تصلحيه في حياتك اكيد هتصلحيه بميه الورد. فدايما العلبه بتيجي كده، مش بيبقى فيها بخاخه. انا عارفه ان هم اخترعوا لها بخاخه، بس انا بحب اجيب العلبه دي تمام واقسمها هنا، بحيث ان انا اوقات بضيف عليها حاجات. يعني زي مثلا اوقات بضيف جوز هند، بضيف حاجات كده، بقعد اعمل خلطات كده. تمام. فبقسم هنا او بوزع هنا. فهي بصراحه انا شاكره جدا 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 للي اخترعها. وده بقى بدل ما تجيبي العبوه كامله الكريم بتاعك اللي هو ايه صن بلوك، تمام، بتمشي بقى بصن بلوك بتاعك والحاجات دي كلها. فالعلبتين دول ولا اروع من حياتي، ولا زحمه ولا اي حاجه، ولا اي حاجه في حياتك. تمام. فدي انا بحبها بشكل شخصي، ومحتاجاكم تحبوها معايا. بصي قبل ما اكلمك عن الحاجه، قبل ما اكلمك عن المنتج، انا عايزاكي بس تشوفي العلبه. شايفه مستوى الانوثه اللي فيها؟ الورد الاحمر او البنفسجي ده، تحسيها العلبه اصلا بتتكلم عن مستوى الانوثه اللي هترفعه عندك. بصي بقى، تعالى افتحها معاكي. ريحتها جباره جباره، ريحتها بجد حلوه قوي بجد، ريحتها ورده اصلا. ومن قوه الريحه بتاعتها بتفضل ثابته. انا عايزه اوريها لكم كده بس خايفه تتكب اهي. اللون ده اصلا بتاعها هو باين بنفسجي شويه، بس هو لما بيتحط في الميه، انا نسيت اقول لكم دي ايه اصلا، دي املاح الباديكير. اللون ده لما بيتحط في الميه طبعا انتي بتحطي رجلك فيها، بتسيبيها شويه بحيث ان هي بتطلع كل الجلد الميت، كل الحاجات المتقشره في رجلك، بتخلي رجلك كده شبه رجل البيبي يعني. فاللون ده بيعمل بينك في رجلك، بيخلي اهو، هو اصلا طلع على ايدي، يعني بيخلي ايديكي او رجليكي المفروض ان هي بينك، بس طبعا مع ان هو بيبقى خفيف شويه على الرجل بيخليها مش حمراء او لونها شاذ كده وشكلها غريب، لا كانه اللون الطبيعي بتاع الجلد.